ما ياكل ولا ورقه. ورقه واحده ما ثمانية سنتي بس 8 9 بس يعني. اوه شبيبه اوه اصل الاخبار مش تقريبا انا كده شيء هم مش حاكمين الجيب وده ورقه واحده طلعت جالسه نفس البتاع ده ما كما تدخل شكلي عليك الله ترضي دي الحاجه يا ولد. يلا يا اخي شكلتها ليه عليك كده صمت التليفون ده يا صمت شنو صمت يا اخي يا اخي جيم مكتوب يا اخي ابدا اكشن يا زول السيجاره المره دي اجي حاجه تدعي وقال مسيقين يا اخي حرام عليك يا اخي خلي عندك دم يا اخي. عز دي امك يا اخي، دي امك. ما تبقى انسان غبي زي ما انا كنت غبي. كنت زيك انا، مع شاب قاعد مغترب برا قاعد مبسوط زعلان من تشغيل الناس البيت، والحاجه كل يوم تضرب، والحاجه ترسل وتسوي، الحاجه تسمع كلامي، الحاجه ترسل وتسوي. انت قاعد عايش لما يوم من الايام جاتني مكالمه من الناس بيتنا قالوا لي امك توفت. انت فاهم يعني شنو كان شغالي في اللحظه دي؟ فاهم انتوا انه انا امي ماتت وانا ما عارف امي راضيه عني ولا لا. انا قاعد عايش كنت ما شغال بالموضوع. امك ما قاعده عليك طوالي، انت حس بنعمه امك قاعده معاك، حس بان امك قاعده معاك تتكلم معاها. بس بالله يا اخي انا هسه بتمنى يوم من الايام اصحى من النوم الصباح عشان القى رساله من امي في التليفون ولا حتى مكالمه. يا اخي اكل امي ونزلت امي، واقسم بالله لو عندي قروش في الدنيا دي كلها ادفعها عشان بس اخذ لحظتين من امي ميته قاعده على التراب الله يرحمها، وانا قاعد هنا عايش لحد يوم الليله ما عارف امي دي لما ماتت كانت راضيه عني ولا لا. بس يا اخي قدر بين امك تروح تنزل زي بعدين بعد ما النزل ما ينفع. لحد يوم الليله ما عارف امي دي لما ماتت كانت راضيه عني ولا لا. مشيت ليه في الدنيا ليه مر السنين، ساقي غدر قاسي وحزين، فايتاني مشى معاه. يا يما كنتي بتحكي لي اقدر وتمشي تخطبي لي وتحننيني تغني لي عدين زين وتباركي لي. سبتيني يما مشيت ليه